اذا حبيتوا تتعلموا اطباقنا الجزائريه التقليديه ما عليكم غير تخليوا لي متابعه وتتبعوا معايا الفيديو تاع نهار اليوم اللي حضرت لكم فيه الدولمه. وصفه محبوبه عند الجميع، ما كاش اللي ما يحبهاش، جبتها لكم على طريقتي اللي تجي بزاف بنينه واكيد سهله في التحضير. تبعوا معايا باش تعرفوا على الطريقه. اول حاجه جبت كويس تاع الدجاج، تقدروا تستغنوا عليه وديروها بدون دجاج. من بعد تفهموا عليه، درت شويه نتاع الزيت وبصله كنت رابيتها، من الاحسن تقطعوها. هنا حنستعمل توابل ابو حفص، هاوليكم رقم الهاتف، تقدروا تطلبوا، عندهم توصيل 58 ولايه، فيه التوابل الاساسيه والثانويه. استعملت الكركم، شويه قرفه، شويه فلفل كحل والملح اكيد، وخلطتهم وحطيتهم يتقليو. هنا عندي القرعه تاعي وعندي البطاطا، هنا اقسموهم كامل على 2. من الاحسن البطاطا تكون حجمها شويه صغير. هنا راني نفرغ فيها فقط بالمغرفه، تقدروا تستعملوا الاداه هذيك اللي تفرغوا بها. هنا شوفوا بعد ما تقلت معايا هذيك البصله مليح، درت شويه نتاع الحمص اللي يكون تقريبا طايب. اذا راح تستعملوا في كوكوط ديروه ماهوش طايب، فقط مشمخ. درت هنا خليط بين الفيونداشي وصدر الدجاج، وراح نستعمل توابل ابو حفص، درت منهم توابل اللحم ودرت شويه فلفل كحل. عندي بيضه وعندي بصله كنت رابيتها، وعندي شويه كزبر او معدنوس، زوج مغارف او مغرفه نتاع خبز مرحي. وخلطت المكونات كامل مع بعض. انا ما ديتش كميه هذه كامل، تقدروا ديروا بالدجاج وحده او باللحم وحده، يعني الفيونداشي وحده، او تقدروا تخلطوا. هنا شوفوا عمرتهم بهذه الطريقه وحطيتهم يتقليو باه يجوكم بنين بزاف. هنا من الاحسن نقصوا النار وغطوهم باه يطيب لكم نص طياب. هنا شوفوا زدت القرعه هذيك او الجريوات، زدت قليتها حتى هي، وحمروهم مليح مليح باه من بعد يبان اللون تاعهم مليح بعد طيب. هنا هذيك لاصوص كنت درت لها اكيد الماء، عقيس يعني ما يتغطى ويطيب هذاك اللحم. كي بقات لي شويه لاصوص درت فيها هذه البطاطا والقرعه وخليتها تتجمر. وهاي لكم النتيجه النهائيه، جات طبق بزاف بزاف بنين. جربوه على طريقتي، ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم.